الله ماذا يقول؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إذن حتى غير المؤمن هذا الكتاب منزل له، الملحد هذا الكتاب يعنيه للناس بالحق. طيب، هنا رد الفعل يكون أحد احتمالين: فمن اهتدى فلنفسه. يعني لا تمن على الله أنك حفظت كتابه أنت تنفع نفسك، الله غني عن العالمين، الله غني عنك، ليس بحاجة لك ولا لحفظك ولا لصلاتك، وليس بحاجة للكون كله. الله مستغن عن خلقه تماما. إذن المفتاح الثاني أخي الحبيب أن تدرك أن هذا القرآن هو سبب الهداية لنفسك أنت. فإذا كان لديك مشكلة دراسية القرآن يهديك لحلها. تقول لي كيف؟ أقول لك إن القرآن يعطيك لغة قوية، يوسع المدارك، يساعدك على الفهم أكثر، يساعدك على اتخاذ قرار صحيح. القرآن يقوم سلوكك، يقضي على أوقات الفراغ والعبث واللهو، يمنعك من الفاحشة وتضييع الوقت والمشاكل المتعلقة بهذه الفواحش، يمنعك عن النظر إلى ما حرم الله، يمنعك عن الكلام الفارغ، لأن الذي يتذوق كلام الله سبحانه وتعالى صدقوني لا يعجبه كلام البشر باستثناء كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يصبح كلام البشر كلام عادي مثل أي كلام.